محمد رسول الله. ثم قال يا رب ومن محمد الذي قرنت اسمه باسمك وذكره بذكرك؟ قال الله تعالى له يا قلم لا تحكم فلولاه ما خلقتك ولا خلقت خلقي إلا لأجله فهو بشير ونذير وسراج منير وشفيع وحبيب. فعند ذلك انشق القلم من حلاوة ذكر محمد صلى الله عليه وآله. ثم قال السلام عليك يا رسول الله. فقال الله تعالى وعليك السلام مني ورحمة الله. هذا وغيرها من الآيات. وكان من حجج الله أن سبق ولادة نبينا صلى الله عليه وآله بشارات على ألسنة أنبيائه ورسله إليهم وغيرهم من مختلف الطبقات المعينة بأن سيولد وينشأ ويتوج بالنبوة والرسالة إلى الناس كافة خاتما للأنبياء والرسل، أفضلهم وأفضل خلق الله مع أفضل كتاب وأفضل شرعة ومنهاج لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة. ذلك هو المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفي كتاب بحار الأنوار عن الليث بن سعد عن كعب الأحبار قال لقد قرأت 72 كتابا كلها أنزلت من السماء وقرأت صحف دانيال عليه السلام. وقرأت صحف دانيال عليه السلام كلها ووجدت فيها في كل تلك الكتب ذكر مولده ومولد عترته وأن اسمه لمعروف وأنه لم يولد نبي